ضيفنا اليوم الأستاذ مليونير الذي سيتكلم لنا عن قصة نجاحه وكيف أصبح المليونير. شوف، أنا من لما انولدت وأنا إنسان فقير، إنسان مشرد، ما درست، وصلت لمرحلة إنه ما في معي حتى حق الأكل. وصلت لمرحلة إنه لازم أبدأ، وبدأت من الصفر وأصبحت مليونير، وهذه قصة نجاحي. طيب أستاذ مليونير، اشرح لنا كيف نجحت، لأني بدأت من الصفر. يا أخي انقلع. أكيد عزيزي المشاهد إنك صارت كثير من هذه الفيديوهات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذي بيصفوها أصحابها إنها فيديوهات كيف تحولك من إنسان عادي إلى إنسان ناجح، والحقيقة هنا بتحولك من إنسان عادي إلى إنسان مخدوع. في فيديو اليوم خلونا نتكلم على أشخاص وقنوات الخداع والكذب، ويلا نبدأ. طبعا هذول الاشخاص وهذه القنوات كلها خداع وكذب، بيستهدفوا اكثر شيء الشباب والمراهقين لانهم اكثر فئه انتشارا على الانترنت، ولان الشباب في عمرهم هذا بحاجه الى ان يستقلوا ماديا ويبدأوا عملهم الخاص، فهذه الفئه هي الطعم الانسب للكثير من النصابين. وطبعا مثل ما ذكرت لكم في الفتره الاخيره انتشرت قنوات كثير وفيديوهات كثيره للاشخاص على اساس انهم ناجحين، وانهم بدأوا من الصفر، وانهم كونوا مشاريعهم الخاصه، وانهم اصبحوا ناس مليونيريه، وهذه كلها كذب وادعاءات على الانترنت فقط. ونبدا باول شخص ناجح الذي وصل للنجاح. وكيف وصل للنجاح؟ لانه بدا من الصفر. هذه حاجه ضروري انه يبدا من الصفر عشان يوصل للنجاح، ضروري يبدا من الصفر. كيف طلعت من النرويج، سافرت لدبي، سويت نجاح، بنيت شركات بدون ما يكون عندي شهادة مدرسية، يلي معظم الناس بتقول بدون شهادة مدرسية مستحيل تنجح. هذا الشيء كلياته كذب. الإعلام والسوشيال ميديا بحاولوا يوصلوا هاي المعلومات لإلي ولإلك مشان نحن نآمن فيها وما نحاول. وأيضا لأنه غير طريقة تفكيره وبطل المدرسة، هو التقى بشخص راتبها الشهري 300,000 يورو. طبعا الفيديو اللي انشاهده كلنا هذا اللي خلاني ناجح، وكيف انني وقعت ناجح من بعد هذا الفيديو. وقت كان عم ينزل علي مطر بالسويد، ضيبة بشنطتي فيها كل اغراضي، وانا كنت عارفين انه انا هون انتهت حياتي. كان بقيان معي اخر 300 يورو. بهذا اليوم كان عم ينزل المطر، حبيبتي السويدية قلعتني من البيت، ورفيقي اللي كنت عايش عنده كمان قلعني من البيت، كنت نايم عنده بالديواني. على اخر نفس التقيت بهذا الشخص يلي غير لي حياتي، من انه الفقر كان عايميني لحتى صرت مليونير بالدولار بعد سنتين من معرفتي فيه. الشخص اللي عم بحكي عليه اسمه تيغران، راتبه الشهري فوق ال 300,000 يورو. خلونا نتكلم شوية على هذا الشخص اللي هو اسمه تيغران. ادخلوا ابحث على هذا الشخص، مش ممكن تلاقيه على الانترنت الا على فيديوهات اديب واعظ، اسلوب فنان جدا انك تكون انت واصحابك شبكة واحدة اللي هي شبكة المليونيرية، واسئلة كل واحد يقابل مع الثاني، وكيف صرت انت مليونير، وكيف اصبحت انت ناجح، وكلها انا بدأت من الصفر، لدرجة ان الصفر يشوفهم في الزاوية هكذا. طبعا اديب واعظ اغلب فيديوهاته يستخدم فيها اسلوب الاستعطاف للجمهور. اسمي أديب واعظ، طلعت من سوريا لاجئ فقير، ما بعرف ولا أي شيء، عائلتي فقيرين وما كان معنا ولا أي شيء. أنا لاجئ سوري وكنت فقير وما كنت أحصل حتى حق الأكل، والآن صرت إنسان ناجح وإنسان مليونير. إذا حابب تتعلم وتعرف كيف صرت مليونير وإنسان ناجح وحابب تكون مثلي، فاشترك في الكورس حقي الذي هو سعره فيما تناول الجميع، الذي هي $1000. طبعا الكورس للمدربان الفاهمان الخطيران، اقصد المحترفان، اديب واعظ ومحمد كزازة اللي بذكرها الان. انا هون كنت عن جد متاكد انه انا ضل لي يومين وبموت، وحياة عيونها لامي عم بحكي يا اديب، اذا ضليت رح اموت بتركيا. دعيت لرب العالمين، كنت عم بصلي، استنيت رفقاتي كلياتهم يناموا. هذا الموقف اول مره بحياتي بحكي، كنت عم بدعي لربي وعم ببكي من جوا قلبي. بتعرف لما انت تكون ولد صغير وبكون عن جد بدك تاكل اي شغله وابوك ما بيشتري لك اياها، بتكون انت عم تبكي بحرقه قلب، بتعمل. طبعا قصصهم كلهم متشابهه، ما بش اي اختلاف. بدايه محمد كزاز انسان فقير وانسان ما في معه ايش ياكل، واهله طردوه، والحاره طردته، واخواني في الله تصدقوا. يا شباب بس بطلوا اسلوب الاستعطاف وخلوكم ناس طبيعيه. مش شرط انه تقرين نجاحك انه كنت فقير وكنت ما بش معك ايش تاكل. دي قصه نجاحك، اذا كان بقصه نجاح دي قصه نجاحك الحقيقي وشيء طبيعي. طبعا كزاز عندما قرر انه يكون انسان ناجح وشاب ناجح وشاب مليونير، قرر انه ينزل على قناته في اليوتيوب فيديوهات انه كيف تضبط البنت، وكيف تبني جسمك المثالي تعجبها البنت، وكيف انه تدي كلام حلو للبنت، كل محتواه عن البنات وكيف انك تضبط البنات. متفقين مع انه هذا محتوى انسان ناجح صح؟ وفجأة بعد هذه الفيديوهات صار انسان ناجح وصار انسان مليونير. كنت عم بحقد بقلبي، عم بقول ما حدا عم بعبرني، وانا كنت فقير. كنت اروح عند اي شخص يقولوا لي انت فقير، انتم من عائله فقيره. طلعت وانا صغير قلت قسما بالله بدي احرق الارض لحتى افرجيكم
مين هذا الشخص الفقير بالداخل. نرجع لكورس أديب وكزاز. طبعا المحتوى وهو المعلومات اللي داخل هذا الكورس كلها من الانترنت. يعني المغفل اللي ممكن يشتري هذا الكورس لا تشتريش يا اخي. اذا انت ناوي تتغير من حياتك غير من داخلك وتعلم من النت بشكل مجاني. وفي احد اساليبهم في الكورس بيتخذوا اسلوب اللي هو التسويق الهرمي. يعني اذا انت حابب ترجع فلوسك اللي دفعتها على الكورس دخل ناس تحتك وانت بترجع فلوسك. وشاهدنا كثير من القنوات على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام بتنزل فيديوهات لأديب واعظ وبروابط مختلفة بتدعوك للاشتراك في الكورس. طبعا ما اكتفوش انهم يكونوا ثنائي في الاحتيال، فتعرفوا على شخص ثالث الذي هو نذكرها الان. انا عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. الجمهور دلوقتي عنده المفروض تسمع للناس دي، بس للاسف بيفتكرونا يوتيوبرز نصابين. اوه ماي جاد. طبعا هذا قناته على اليوتيوب عن اللايف ستايل وكل فيديوهاته عن البنات. تخيل هذا الانسان بيدعوك انك تكون انسان ناجح مثله. حتى الصورة المصغرة والثام بنز بيدخل فيها صور رديئة ومستفزة عشان يجلب بها مشاهدات. شايفين الشاب اللي هناك ده شاب معظمكم لو كنتوا في حالته لاجئ فقير سوري. اللي يشتي افهم ليش اخذين سوريا كانها حاجه مش تمام وتتخذوا اسلوب للاستعطاف. استحوا على انفسكم. اهل سوريا وسوريا اعلى من هذا الشيء. في يوتيوبرز عرب غير يتكلموا على أديب واعظ ومحمد كزاز ومكاوي وكيف انهم ناس محتالة وانهم بيضحكوا على الشباب والمراهقين بكورس انت مش ممكن يفيدك ولا ممكن تدخل منه فلوس. ونهاية هذا الفيديو عزيزي المشاهد اتمنى انك تكون انسان واعي وما تجعلش من نفسك سلعة الكثير من النصابين على الانترنت. ومش اي شخص يقول لك انا بدأت من الصفر تصدقه على طول. لا تسمعش عاطفتك قبل عقلك. وقبل ما نختم الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك في القناة اذا ما كنتش مشترك وفعل زر الجرس عشان تحمسني انزل لك فيديو كيف انا بدأت من الصفر. اتمنى ان الفيديو نال اعجابكم واستمتعتوا في مشاهدته واتمنى ان احنا جميعا نكافح اي نصاب على الانترنت والتقيكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.